اهلا بحضراتكم مره تانية وهنكمل الاخبار، وبفكركم ان هيكون معايا النهارده اللواء محمد رفعت قمصان الذي يشغل الان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، ويرى كثير من الذين هم على اطلاع بالوضع الامني انه يستحق ان يعود الى جهاز الامن الوطني. وهل الرجل مناسب في المكان المناسب ولا لا؟ الأخبار المؤسفة، خلصنا خبر الحمير، عندنا خبر تاني، حبس الإعلامي أحمد موسى، تاني حكم حبس لأحمد ده، سنة وتغريمه 10,000 جنيه لسب وقذف عبد المنعم أبو الفتوح. الحكم صادر عن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، سنة مع الشغل لأحمد موسى وتغريمه 10,000 جنيه لسب رئيس حزب مصر القوية. طبعا انتوا حضراتكم عارفين ان انا لا انحاز ابدا ابدا الى منطق اهانه الضيف، اهانه الاشخاص، الشتيمه، تجريح الناس، يعني المنطق اللي انا بشتغل بيه بعتقد ان هو الاصوب والاصلح والذي ينفع الناس ويمكث في الارض هو ان احنا نبقى الراي والراي الاخر ونترك الحكم للناس. طبعا مش في القضايا الوطنيه الكبيره اللي لازم ناخد فيها مواقف، لكن السب والبتاع ده ما نرضاهوش. ولكن من ناحيه ثانيه لا اعتقد انه احكام الحبس الصادره بشأن الاعلاميين هي الحل. القضاه مش هم اللي بيحبسوا، اللي بيحبس القانون. القانون فيه حبس في هذا النوع من الجرائم يعني، وده فعل مؤثم وفعل مؤثم ومجرم قانونا. لكن في نفس الوقت يعني احكام الحبس دي بتجيب لي يعني بحس انها يعني ممكن تستغل او تستثمر وهي موجوده في القانون بشكل سيء وصعب. اتمنى من الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، واتمنى ايضا من الدكتور اسامه الغزالي حرب. اسامه الغزالي حرب واخد سنه، يعني واخد حكم بسنتين على احمد موسى، وده ابو الفتوح سنه، يعني الراجل كده عنده 3 سنين. هل ده الصح انه الاعلامي ده يتحبس او انه يدخل السجن او انه، ولا ممكن يحصل شأن ما تغيير في القانون؟ ممكن تنزل غرامه، ممكن تنزل عقوبات مختلفه، ممكن يعني يبقى في منع من الظهور شويه. احنا كلنا بنطالب دلوقتي بإعادة صياغه القوانين الاعلاميه. لا نرضى ابدا بان واحد يهان او يجرح او يتهم باتهامات غير لائقه، يعني عشان برضو ما يفهموش ان انا مع الشتم. لا، انا مش مع الشتم ولا مع السب ولا مع القذف ولا مع الطريقه دي خالص. وانتوا شايفيني كتير جدا بنتقدها وبنتقد زملائي وبنتقد نفسي في هذه الحاله. مش مع ان احنا نفتح البرامج مشتمه او ان انا واخد الميكروفون فانا براحتي وقاعد على رأي نصر القفاص يقول لي ايه، المذيعين بيقعدوا يصلحوا كراريس للوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة. انا مش دوري اصلح كراريس. انا مين؟ انا دوري اخدم المشاهد في اني اجيب له معلومة حقيقية واجيب له حواليها الاراء يمين وشمال، مين موافق مين مش موافق. هو ده الموضوع. فانا ضد هذه المدرسة الإعلامية تماما، وما بشوفهاش اعلام بصراحة. يعني ما بشوفش اللي بيفتح البرنامج خطب ومشتمة ده اعلام، لا. لكن في نفس الوقت مش قادر اتصور انه يكون الجزاء في القانون. انا هنا لا اتحدث عن القضاء ولا عن الحكم، الراجل حكم بالقانون، انه يكون القانون يشتمل عقوبة حبس في امر كذلك. يعني محتاجة نظرة يعني كبيرة. ربنا يسهل. يوم الجمعة